الصاروخ ده وحش سماوي بيشق الهواء بسرعة الرعد وبيوصل لهدفه قبل ما حتى عينك تلحقه، من أيام ما كان فكرة بدائية على ورق لحد ما بقى سلاح بيغير مصير حروب ودول. النهارده هنتكلم عن كل حاجة تخص الصواريخ، من أول فكرة الصاروخ كالتاريخ لحد أحدث الأنظمة اللي بتغير موازين القوة في العالم. يلا بينا نبدأ الحلقة. أول فكرة للصاروخ ما كانش ليها علاقة خالص بالفضاء أو التكنولوجيا، بل كانت أداة حرب بدائية من قرون طويلة، ورغم بساطتها كانت البداية اللي خلت الإنسان يحلم في يوم من الأيام يوصل للفضاء. البداية كانت في الصين، وتحديدا في القرن ال13. في الوقت ده الصين كانت متقدمة جدا في استخدام البارود، واللي هم أصلا أول ناس اخترعوه، فبدأوا يفكروا ليه ما نستخدمش البارود مش بس للمتفجرات لكن كمان كقوة دافعة. ومن هنا طلعوا بفكرة سهام النار. سهام النار دي كانت عبارة عن أنبوب صغير من الورق أو الخشب مليان بارود ومتثبت على عصا طويلة، لما يولعوا الفتيل البارود يولع وينفجر من الخلف ويدي قوة دفع تخلي السهم يطير بسرعة في اتجاه العدو. الصاروخ ده ما كانش دقيق خالص، بس كان مرعب جدا لأي جيش تاني. تخيل سهم مولع جاي عليك فجأة من السماء. التطور في العصور الوسطى، بعد كده الفكرة دي بدأت تنتشر. في العصور الوسطى العرب والفرس كان عندهم معرفة قوية بالكيمياء والفيزياء، فبدأوا يجربوا حاجات مشابهة. العرب تحديدا كانوا شاطرين في تطوير الأسلحة، فاستخدموا البارود في أدوات شبه القذائف، وكان عندهم اهتمام بفكرة دفع المقذوفات بالانفجار بدل الرمي التقليدي. ما كانش فيه صواريخ بالمعنى اللي نعرفه دلوقتي، بس كانوا بيحاولوا يلاقوا طرق يزودوا بيها مدى الضربات وتأثيرها. البداية في العصر الحديث كانت من روسيا سنة 1903. عالم روسي كتب بحث مهم جدا حط فيه الأسس النظرية لفكرة إن الصاروخ ممكن يخرج بره الغلاف الجوي. يعني لأول مرة بقى في حد بيفكر علميا إزاي الصاروخ يشتغل في الفضاء اللي ما فيهوش هواء، وإزاي يتغلب على الجاذبية، وإزاي ممكن نوصل للقمر والكواكب باستخدام الدفع الصاروخي. هو أول واحد قال الجملة الشهيرة: الأرض مهد البشرية، لكن لا يمكن للإنسان أن يعيش في المهد للأبد. وده كان تمهيد لثورة علمية كبيرة في عالم الصواريخ، من سهام النار البسيطة في الصين لتجارب الحروب في العصور الوسطى لحد أحلام العلماء في القرن العشرين. رحلة الصاروخ بدأت بدائية جدا، لكنها فتحت باب للخيال البشري إنه يوصل للنجوم، واللي بدأت كأداة حرب وبقت النهاردة وسيلة للسفر والاستكشاف وحتى البحث عن حياة تانية في الفضاء. الصواريخ البالستية، أسلحة السرعة والمدى البعيد، سلاح بيطلع من الأرض يخرج بره الغلاف الجوي وبعدها يرجع بسرعات مرعبة عشان يضرب هدفه بدقة قاتلة. ده مش مشهد من فيلم خيال علمي، ده واقع اسمه الصواريخ البالستية. الصواريخ البالستية هي نوع خاص من الصواريخ ويطلق بقوة هائلة ويوصل لمرحلة الطيران في الفضاء، وبعدين يكمل مساره لوحده من غير محركات، متأثر بس بالجاذبية والهواء لحد ما ينزل على الهدف. كلمة باليستي اللي هي علم المقذوفات ومساراتها. الفكرة هنا ان الصاروخ بيستغل الدفع الصاروخي في الاول عشان يخرج بره، وبعدها الطبيعة هي اللي تكمل الشغل. اشهر امثلة ليه V2 الالماني. لو رجعنا للحرب العالمية الثانية هتلاقي ان الالمان اخترعوا حاجة غيرت شكل الحروب. صاروخ V2 ده كان اول صاروخ باليستي طويل المدى في التاريخ، وواحد من اخطر اسلحة العصر. ده كان بيقدر يقطع مئات الكيلومترات ويوصل لسرعات مرعبة ويضرب اهداف في بريطانيا بدقة ما كانتش مألوفة وقتها. الغريب ان التكنولوجيا دي هي اللي فتحت الباب بعد كده لسباق الفضاء. الصواريخ البالستية مش بتهزر في السرعة. بعض الانواع الحديثة ممكن توصل ل 24,000 كيلومتر في الساعة. يعني لو الصاروخ ده طلع من القاهرة ممكن يوصل لريو دي جانيرو في البرازيل في أقل من نص ساعة. السرعة دي مش بس بتخلي من الصعب اعتراضه، لكن كمان بتخلي أي دفاعات جوية تحسب 1000 حساب قبل ما تحاول توقفه. الصواريخ البالستية بتتصنف حسب المسافات اللي بتقدر تقطعها. قصير المدى لحد 1000 كيلومتر غالبا بتستخدم في النزاعات الإقليمية. متوسط المدى من 1000 لحد 3500 كيلومتر تقدر تضرب دول كاملة من مسافات بعيدة. عابرة القارات أكتر من 5500 كيلومتر. النوع ده يقدر يضرب أي مكان على الكوكب تقريبا
الاستخدامات الأساسية للصواريخ البالستية هو ضرب أهداف بعيدة بدقة عالية، ممكن تحمل رؤوس حربية تقليدية لتدمير قواعد أو بنية تحتية، أو رؤوس نووية لدمار شامل. عشان كده وجودها في أي ترسانة عسكرية يعتبر ورقة ضغط سياسية وعسكرية ضخمة. الصواريخ البالستية مش مجرد سلاح، دي رسالة قوية وتكنولوجيا هندسية متقدمة جدا، ومن أول الفي 2 لحد عابرة القارات. الفكرة هي نفسها ضرب من بعيد وبسرعة وبأعلى دقة ممكنة. صواريخ كروز، السلاح اللي بيبقى صعب على الرادارات إنها تجيبها. تخيل سلاح بيطير على ارتفاع واطي جدا وبسرعة محسوبة، وبيتسلل بين الجبال أو فوق البحر، ويمشي مئات الكيلومترات لحد ما يوصل لهدفه، وكل ده من غير ما الرادار يلمحه. ده بالظبط عالم الصواريخ كروز. الصواريخ كروز مختلفة عن البالستية. البالستية بيطلع لفوق في الفضاء وبعدين ينزل، لكن الكروز بيمشي أغلب رحلته في طبقات الجو المنخفضة كأنه طيارة صغيرة من غير طيار، بيشتغل بمحرك نفاث، وده بيديله القدرة إنه يطير بسرعات أقل من البالستية لكن مع تحكم كامل في المسار. مميزاته الدقة والتخفي. الفكرة في الكروز إنه يقدر يغير مساره أثناء الطيران، وده بيخليه يتفادى الدفاعات الجوية أو يتسلل من طرق غير متوقعة، وبيطير على ارتفاع منخفض جدا، أحيانا 50 متر أو أقل من سطح الأرض أو البحر، عشان يقلل فرص اكتشافه بالرادارات. وده معناه إن العدو ممكن ما يعرفش بوجوده إلا وهو بيفجر الهدف. أكتر الأمثلة المشهورة صواريخ توماهوك الأمريكية. هيكون الصواريخ كروز استخدمت في حروب كتير لضرب أهداف استراتيجية بدقة عالية. تاني نوع كاليبر الروسي، الرد الروسي القوي قادر يضرب أهداف برية أو بحرية من مسافات بعيدة. الاتنين بيقدروا يضربوا أهداف على بعد مئات كيلومترات بدقة توصل لمتر واحد أو أقل. استخداماته صواريخ كروز مصممة لضرب أهداف استراتيجية حساسة زي قواعد عسكرية، مراكز قيادة، محطات رادار ودفاع جوي. الهدف مش بس تدميره لكن كمان شل قدرات العدو قبل ما يبدأ يرد. أكتر المميزات اللي بتخليها صواريخ خطيرة جدا صعوبة الاكتشاف بالرادار بسبب الطيران المنخفض ومسار الطيران المعقد. دقة عالية جدا بتوصل لدرجة إصابة نافذة أو باب بعينه. مرونة في المسار، تقدر تغير اتجاهها وسط الرحلة. صواريخ كروز أثبتت إنها مش محتاجة تكون الأسرع عشان تكون الأخطر. السر في التخفي والدقة والقدرة على ضرب قلب العدو من غير ما يحس، وده بيخليها جزء أساسي في ترسانة أي جيش حديث. الصواريخ المضادة للطيارات مصممة عشان تعمل حاجة واحدة: اعتراض وتدمير أي تهديد جوي قبل ما يوصل لهدفه، سواء التهديد ده كان طائرة مقاتلة أو طائرة بدون طيار أو حتى صاروخ باليستي أو كروز. أنواعها بيبقى على حسب المدى. قصيرة المدى دي بتكون لحماية المسافات القريبة جدا زي القواعد العسكرية أو المنشآت الجوية. مداها بيكون عشرات الكيلومترات بس، لكنها سريعة جدا في الرد. بعيدة المدى دي بتغطي مئات الكيلومترات وبتقدر تتعامل مع أهداف على ارتفاعات عالية أو بعيدة جدا قبل ما تقرب. أشهر أمثلة ليها باتريوت الأمريكي، واحد من أشهر أنظمة الدفاع الجوي في العالم، بيقدر يتعامل مع طائرات وصواريخ باليستية وكروز. تاني نوع S-400 الروسي، نظام روسي متطور جدا، بيوصفوه انه يقدر يتعامل مع اهداف على بعد يصل ل 400 كيلومتر بانواع تهديدات مختلفة. اول فكرة حقيقية للدفاع الصاروخي المتطور ظهرت خلال الحرب الباردة لما بدأ التهديد النووي يزيد بين امريكا والاتحاد السوفيتي. الهدف وقتها كان ايقاف اي صاروخ نووي قبل ما يوصل للمدن، ومن وقتها والتكنولوجيا اتطورت بشكل ضخم لدرجة ان النهارده الانظمة دي بقت ذكية وبتقدر تتعامل مع عدة اهداف في نفس الوقت. صواريخ الفضاء دي الصواريخ اللي مهمتها الأساسية إنها تطلع أقمار صناعية أو مركبات فضائية أو حتى رواد فضاء خارج الغلاف الجوي، وبتكون ضخمة جدا وقوتها الهائلة جاية من محركات صاروخية بتنتج دفع يكفي للهروب من جاذبية الأرض. من أشهر الصواريخ دي هو ساتورن في الأمريكي اللي في الستينيات والسبعينيات كان العمود الفقري لمهام فضائية. الصاروخ ده هو اللي طلع رواد الفضاء اللي نزلوا على القمر لأول مرة سنة 1969، وكان وقتها أكبر وأقوى صاروخ اتبنى في التاريخ. ارتفاعه حوالي 110 متر وقوة دفعه كانت تكفي إنه يشيل سفينة حربية صغيرة. يمكن تفتكر
ان صواريخ الفضاء بعيدة عن حياتنا، لكن الحقيقة اننا بنستفيد منها كل يوم. الاتصالات، الأقمار الصناعية اللي بتبث قنوات التلفزيون والإنترنت. 2 أنظمة الGPS اللي بتوجهنا في السفر. 3 الأبحاث العلمية، دراسة الأرض والمناخ والكواكب البعيدة. تاريخ الصواريخ الفضائية مرتبط جدا بسباق الفضاء في فترة الحرب الباردة، لما أمريكا والاتحاد السوفيتي كانوا بيتنافسوا مين يوصل لأبعد. السوفيت أطلقوا أول قمر صناعي سنة 1957، وأمريكا ردت بمشروعات ضخمة انتهت بهبوط الإنسان على القمر. المنافسة دي هي اللي سرعت تطور تكنولوجيا الصواريخ، واللي لولاها ما كناش وصلنا للتقدم اللي عندنا النهاردة. صواريخ الفضاء مش بس وسيلة نقل، دي أدوات بتمكن البشر من الحلم والاكتشاف وفهم مكاننا في الكون. ومن أيام سباق الفضاء لحد النهاردة، كل إطلاق جديد بيقربنا خطوة من مستقبل ممكن يكون فيه الإنسان بيعيش على كواكب تانية. لأول شرارة باردة في الصين لحد وحوش حديدية بتخترق السماء أسرع من الصوت، الصواريخ كانت دايما برقة لطموح الإنسان وقوته. هي أدوات ممكن تفتح لنا أبواب الفضاء أو تحرق مدن كاملة في ثواني. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، ونستنيكم في الحلقات اللي جاية.